السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل حلو سهل وسريع هتخلصيه في دقايق وطعمه تحفة. حاجة كده لذيذة وسريعة ومناسبة كمان للصيف اللي احنا فيه ده. مش هتاخد منك اي وقت في المطبخ. هنعمل فطاير التفاح المكرمل بالقرفة. هنعملها بالجلاش من غير ما نعجن بقى ونخمر العجينة، سهلة وبسيطة جدا. ولو عملتيها مش هتعملي الجلاش غير بالطريقة دي بعد كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. اول حاجه كان عندي 3 تفاحات، خدتهم بقى كده وبدات ان انا اقطعهم مكعبات صغيره. استخدمي بقى كميه التفاح اللي انتي حباها. انا زي ما قلت لكم كان عندي 3 تفاحات صغيرين، عملوا لي تقريبا حوالي 6 فطاير. هنا قطعت كميه التفاح اللي عندي مكعبات كده صغيره زي ما انتم شايفين. جبت بقى طاسه على النار، حطيت فيها معلقه زبده او معلقه سمنه كبيره. انا استخدمت سمنه والزبده برضو تنفع، يعني المتاح عندك. بعد كده حطيت عليها من 3 ل5 معالق من السكر على حسب ما انتي بتحبي الحاجة بقى، مسكرة زيادة او سكرها متوسط، وعلى حسب كمية التفاح كمان اللي انتي مستخدماها. قلبت كده السمنة مع السكر شوية وبعد كده نزلت عليهم بكمية التفاح اللي انا قطعتها. الحشوة بتاعت التفاح اللي احنا بنعملها دي هتنفع معاكي في حاجات كتيرة قوي وبيبقى طعمها حلو. ممكن تستخدميها في حشو الكنافة او الجلاش زي ما عملنا النهاردة، او ممكن في حشوة المعجنات. بتبقى طعمها حلو خصوصا للناس اللي بتحب القرفة، لان احنا لسه طبعا هنحط فيها دلوقتي قرفة. قعدت اقلب كده شوية في التفاح مع السكر لحد ما السكر بدأ ان هو يسيح، والتفاح بصوا بدأ ينزل المية بتاعته. بعد كده ضفت معلقة كبيرة من القرفة، وبحط تقريبا نص معلقة صغيرة من الفانيليا، او لو بتستخدمي البواكي هتحطي 2 او 3. الفانيليا بتخلي ريحتها بقى، بتنقل ريحتها في حتة تانية خالص مع القرفة. والسكر بقى اهو زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يسيح ويتكرمل. هسيبها شوية على النار لحد ما التفاح يتشرب المية اللي نزلت منه دي. يعني ما بتاخدش وقت كبير، تقريبا دقيقتين او 3 على النار. وبطفي عليها لان هي لسه هتدخل الفرن، فلسه برضو التفاح هيكمل السوا بتاعه في الفرن. بصوا شايفين التفاح اتشرب كل المية اللي نزلت منه. كده خلاص طفيت على الحشوة وبقت جاهزة عندي. هبدأ بقى ان انا احشي بيها الجلاش. هنا جهزت الصينية اللي انا هحط فيها، دهنتها كويس قوي بالسمنة علشان احنا مش هنحط سمنة على الطبقات بتاعة الجلاش نفسه او في الجلاش نفسه. فبدهن دهنة كويسة في الصينية وبعد كده هندهن سمنة تاني من على الوش. ودي الحشوة عندي بعد ما جهزت. هجيب بقى الورق بتاع الجلاش، بتني جزء كده من الورقة علشان احط الحشوة عليها علشان تستحمل الحشوة. بحط بقى شوية من التفاح وبقفل عليها الجنبين علشان ما يخرجش في الفرن. وببدأ ان انا الفها كده بالشكل ده. ممكن طبعا تلفيها باي طريقة انت حباها، ممكن تعمليها زي السمبوسة كده مثلثات، وممكن كمان تعمليها صينية زي ما بنعمل الجلاش العادي، صينية وتقطعيها وتدخليها الفرن وتبقى قطع كده. بس انا حبيت ان انا اعملها كده وحايد علشان تبقى شوية شبه فطاير التفاح اللي بتكون جاهزة بره. وانتي بتحطيها في الصينية خلي القفلة بتاعتها تكون من تحت.
خلصت كده حشيت كمية التفاح اللي عندي، وبعد كده في نفس الصينية اللي انا كنت مكرملة فيها التفاح سيحت فيها معلقة من السمنة، ودهنت وش الجلاش برضو بكمية كويسة من السمنة، ومسخنة الفرن ودخلتها على درجة حرارة 180 لحد ما ياخد لون كده ويتحمر. وده شكله كده بعد ما خرج من الفرن، ما خدش اي وقت خالص ولا في التحضير ولا في التسوية، سبته يبرد شوية صغيرين. دلوقتي بقى ممكن تحطي عليه عسل نحل، او ممكن تحطي العسل اللي بيتعمل على النار، اللي هو كوباية سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة وفانيليا، الشربات العادي اللي احنا بنعمله للحلويات. انا حبيت ان انا احط عليه سكر بودر وقرفة، جبت معلقة من السكر البودر، حطيت عليها شوية من القرفة، خلطتهم ببعض وحطيتهم على الوش. فطبعا انتي على حسب ما انتي حابة بقى، سكر او عسل براحتك خالص. وزعت بقى السكر البودر والقرفة كده على الوش، وكده الفطاير بقت جاهزة عندي. اسهل واسرع حلو ممكن تعمليه. جربي الجلاش بالطريقة دي، حشوة التفاح بجد بتغير منه وبتنقله في حتة تانية خالص. لو جربتيه بحشوة التفاح مش هتعمليه تاني بالمكسرات ولا بالكاستر. بصوا شايفين الحشوة من جوه وريحة القرفة بقى مع السكر المكرمل، هتعجبكم جدا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.